ازاي تتعلم دفاع الخين؟ دفاع الخين بيبقى ضد بيدق الاي 4. انت في الوقت ده بتلعب الحصان في الاف 6. في الوقت ده هو طبعا الابيض بيطمع وبيروح لاعب كده عشان يقدر ياكل الحصان بتاعك. انت في الوقت ده بتروح لاعب الحصان هنا وتهرب. هو هيروح حامي على طول البيدق بالبيدق. طبعا انت في الوقت ده بتروح لاعب بدون تردد البيدق في الدي 4. ليه؟ علشان تبدا تاكل البيدق ده وتبدا تسيطر على الوسط. فهو في الوقت ده شايف ان في حصان من غير رقابه، فهيروح مهدده بالبيدق. هو ساعتها في الوقت ده بيكون بدأ تفريع البادئ الأربعة. في 3 تفريعات لدفاع الخين: تفريع البادئ الأربعة، وتفريع تكسير، وتفريع الهجوم الحديث. كده هو بدأ تفريع البادئ الأربعة، وده تفريع مجنون. انت في الوقت ده بتروح لاعب الحصان في البي 6. طبعا انت هتروح قايل لي اللي انت رحت ماسك الحصان ونقلته من مكانه اكتر من مره، وهتقول لي ان ده غلط. هقول لك برافو عليك. بس اللي انت مش شايفه اللي انت هتفشخه. ليه؟ هو مطلع بادئه اكتر من اللازم لقدام. وطبعا زي ما قلنا اللي هو هيبدا من انتشاره البادئ الاربعه هيلعب الاف 4. في الوقت ده انت هتلعب البدأ هنا. هو طبعا هيروح واكل، شايف ان بدأ ببلاش، انت هتروح واكل البدأ ده، هو هيروح واكل البدأ، فانت تروح واكل الوزير، هو هيروح واكل الملك. انت هتقول لي ان انت خرجت ايه مستفاد من الموضوع ده؟ هو واكل بدأ عليك زياده. انت خرجت مستفيد ان انت مش هتخلي الابيض يعرف يبيت، هو هيبقى مكشوف، مفيش اي مكان يقدر يتحمي فيه. 3 بيادق في اماكن وحشين جدا، مفيش اي حاجه حاميهم. هتقول لي في فيل هنا وفي فيل هنا، بس هتقدر تعوض ده باللي انت تقدر تنتشر كويس. هتلعب الفيل هنا وبعد كده تلعب الحصان، وبعد كده تقدر تبيت الملك بتاعك وتبدا الانتشار بتاعك. بس دي افتتاحيه صعبه جدا. انت هتيجي تقول لي اللي انا مش هبدا بيها، لا، واجب اللي انت تكون عارفها. فعشان تعرفها وتقدر تدمرها تابعني على اليوتيوب واستنى الفيديو اللي انا هنزله قريب ان شاء الله.